نهارك سعيد يا أفندي. نهارك سعيد يا فندم. إيه رأي حضرتك؟ زمان كان أحسن ولا دلوقتي؟ لا، زمان طبعا كان أحسن. طب يا ترى شايف كده ليه؟ ما أعرفش، يعني الدنيا كانت أجمل. الوقت فيه بركة. صباح الخير. إيه يا زميلي؟ زمان كان أحسن ولا دلوقتي؟ لا، زمان طبعا كان أحسن من دلوقتي طب يا بكتير. ترى شايف كده ليه؟ يعني زمان الدنيا كانت حلوة وبتاع. الوقت كان فيه بركة. لو سألت أي حد زمان أو دلوقتي أو في أي وقت أني زمان كان أحسن، هيقول لك زمان إيه ده؟ لحظة واحدة معلش. هيقول لك زمان كان أحسن. طب ده بقى بيبقى ليه أسباب كتير. أولا كل زمن بيبقى ليه عيوب ومميزات، يعني زمان فعلا كان أحسن من دلوقتي في حاجات كتير، لكن دلوقتي برضه في حاجات كتير أحسن من زمان، وفي نفس الوقت في حاجات كتير أوحش أوي من زمان، خصوصا في السوشيال ميديا. يعني زمان قليل أوي لما كنت هتسمع عن مصايب بتحصل بتاع، لأن كان في حاجات كتيرة بتحصل ما بنشوفهاش ولا بنسمع عنها. إنما دلوقتي أنت أي حاجة هتحصل هتسمع عنها على طول. ده يا راجل حتى بتوع النت، فلان لو طلق فلانة بنعرف إن هم اتطلقوا. ده غير إن عددنا كتر وبقى فعلا في مشاكل كتير أكبر برضه. زي ما قلت لك، كل زمن وبيبقى ليه عيوب. والنت ساعد، زي ما بيساعد على انتشار الناس الكويسة فهو بيساعد برضه على انتشار الناس السيئة. فالفكرة كل حاجة ليها زمانها، يعني انت احمد ربنا طالما هو خلقك في الزمن المعين ده، فالحمد لله انت ولا في احسن زمن ولا في اسوأ زمن، لان على مدار الدنيا عدى زمن اوحش من كده بكتير. وشوف في التاريخ واقرا عنه، وعدى ايام احسن من كده بكتير. فالناس اللي كانت بتقول يا ريتني كنت عايش في الوقت الفلاني ولا الوقت الفلاني، انت متعرفش كنت هتبقى عايش فيه ازاي، واكيد مش هيبقى حلو زي ما انت بتسمع عنه بالظبط كده، اكيد كان هيبقى فيه عيوب كتير. طب واحنا بقى ليه عامة بنحن لزمان؟ عشان الطفولة بتبقى لحظاتها فيها مميزة، بتفتكر فيها ذكريات سواء وحشة أو حلوة، فأنت كل يوم بتكتشف حاجات جديدة، ذكريات جديدة، فبالنسبة لك الوقت بيكون أكتر واليوم بيكون أطول، لأنك عمال تكتشف أصلا حاجات جديدة. اللي هو قليل أوي لما يكون اليوم عمال يتكرر، وحتى لو بيتكرر فأنت بتلاقي حاجات جديدة. فاهم الفكرة؟ فطبيعي بتحن لزمان وأيام زمان بقى. لو أنت كنت شاب دلوقتي فهتحن لأيام لما كنت طفل وبتلعب وهكذا. واكيد طفولتك برضو مريت فيها بحاجات سيئة. ولو انت دلوقتي كبير فانت اكيد برضو بتحن للشباب وللطفولة. فاهم الفكرة؟ فطبيعي هيكون اغلب الناس بالنسبة لهم زمان كان احسن. قليل اول لما حد يقولك دلوقتي احسن. اما بقى بالنسبة للوقت، بيعدي بسرعة وبالراحة. يعني طبعا من علامات الساعة ان الوقت ما يكونش فيه بركة. وكمان لما كان فيه بركة، يعني ايام سيدنا نوح عليه السلام، اللي في ناس كتير قالت او يقال يعني إن هو عاش أكتر من 1450 سنة أو 1450 سنة بالظبط معرفش. لما اتسأل الدنيا كانت بالنسبة لك إيه، قال له كأنها بابين، فتحت باب وخرجت من التاني، وكده ما شاء الله 1450 سنة ووقت كان فيه بركة. ما بالك دلوقتي احنا بنعيش مثلا 80 90 100 بالكتير قوي لو حد وصل لها يعني. وفي الوقت ده هتحس طبعا ولا حاجة. فاحنا اساسا ان احنا هنا جايين لاختبار ان شاء الله نعدي على خير بس. فارضى بالزمن اللي انت فيه، حاول تغير اي حاجة في ايدك تغيرها للأحسن. وأكيد ربنا خلقك لهدف الزمن ده، وحاول تشوف المميزات وتشتغل عليها، والعيوب تشوفها فين برضه وتصلحها. اللي في ايدك تعملها، يعني حاجة اللي حواليك انت، اللي جواك انت، اللي في بيتك انت، يعني فاهم الفكرة. اتمنى تكونوا استفدتوا. اشوفكم على خير. متنساش اللايك والاشتراك في القنوات التانية اللي هنا. وسلام.